انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على غزل المحلة، ويسخر من كل الزمالك ولعبته ومرتضى منصور كمان معاهم. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. فبعد انتهاء مباراة الأهلي وغزل المحلة وفوز الأهلي، فقد خرج على الخط فورا عمرو أديب وقال: يا جماعة، الأهلي ده مستواه بيزيد قوي كل مباراة بعد التانية، وتحس إن التجانس بين اللعيبة بيزيد. ده على كده الموسم اللي جاي محدش هيقدر على الأهلي، ولسه مدرب الأهلي مارسيل كولر لما يجيب الصفقات اللي عايزها هيحتل مصر وأفريقيا، ومحدش هيقدر عليه ولا على الأهلي. النهاردة قدام غزل المحلة الأهلي سيطر سيطرة كاملة على المباراة بالطول والعرض. أي نعم، الهدف الأولاني مدافع غزل المحلة هو اللي سجله في مرماه، بس الأهلي لعب مباراة كبيرة، وباين قوي شغل المدرب الأهلي مارسيل كولر. مش زي الفريق بتاعي الزمالك، بيتغلب من طوب الأرض وجاب لي الضغط والسكر وهيموتني قريب إن شاء الله، ومشينا فريرة وبرضه مفيش فايدة، وبنتغلب وشكلنا مش هنلعب في أفريقيا الموسم اللي جاي، وطول ما مرتضى موجود مش هناخد أي بطولات ولا حتى هنلعب في أفريقيا. بصراحة يا بخت الأهلي، يا بخت الأهلي بالأهلوية وبمحمود الخطيب، ورئيس نادي عارف هو بيعمل إيه، ومش كل يوم والتاني طالع لنا على السوشيال ميديا وعمال يتكلم. وربنا يستر بقى من المدرب الجديد ويطلع كويس وينقذنا شوية في الموسم الكارثي اللي جاي ده، ويظبط الدنيا في الزمالك، ويمشي اللعيبة اللي هي من الآخر عالة على الزمالك، ويسيب بس اللعيبة الرجالة. أهو ده بقى كان رد فعل وتعليق عمرو أديب على فوز الأهلي على غزل المحلة. ختاما، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة ليصلك منا كل جديد إن شاء الله.